السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش نفتح، المهم لازم تعملوا هم لايك وشير واشتراك في القناه، وطبعا فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا هنزل. هنتكلم عن مقارنه بسيطه جدا وهي عن عائله التي 800 عامه، وهي الساعه النهارده اللي هنتكلم عنها او الساعات اللي هنتكلم عنها هم 3 ساعات. هي اول حاجه طبعا اللي هي التي 800 عملنا عنها فيديو قبل كده، بعد كده هتيجي معانا التي 800 2، وبعد كده هيجي معانا التي 900 وده احدث حاجه بالنسبه لعائله التي عامه، اللي هو التي 800 او التي 800 2، واللي هي التي 900 دي يعتبر هو اختهم الكبيره. فهو ده هنشوف كده النهارده في الفيديو بتاعنا ايه الفرق بينهم وتشتري انهي. اول حاجه ممكن نتكلم عنها بالنسبه للعلب من بره كده، وهو حاجه واحده بس، هو البرنامج بتاعها والمقاس، مقاس الساعه نفسه وحجم الساعه نفسها كام. فبالنسبه للتي 800 مثلا في البرنامج بتاعها اللي هو معانا الهاي واتش برو، وهيجي معانا التي 800 2 ده البرنامج بتاعه اللي هو اللكسس فيت، وطبعا التي 900 البرنامج بتاعها برضو اللي هو هاي واتش برو، نفس النوع برضو بتاع التي 800. وده برنامج بصراحه كويس جدا بالنسبه للساعتين دول، لان الساعه دي البرنامج بتاعها ما بيدعمش ان انت ممكن تحط صورتك خلفيه، اما البرنامج ده ممكن تحط صورتك خلفيه مره واثنين وثلاثه. نيجي بقى بالنسبه لحجم الساعه نفسها. بالنسبه للتي 800 الحجم بتاعها مكتوب المفروض ان هو 1.99 انش، اللي هو يعتبر مقاس صغير اللي هو 45 او 42. بالنسبه للتي 800 2 دي بتكون اكبر منها شويه، هي مكتوبه على نفس الرقم برضو، بس هي في الحجم الفعلي اكبر منها شويه. طبعا الاكبر منهم كلهم اللي هي التي 900 دي يعتبر اعلى حاجه فيهم لان مقاسها 49. وطبعا ال 49 ده مقاس بقى بيشتغل معاك سكرينات لو عايز كفر او عايز جراب للساعه نفسها. بالنسبه للاسترابات فالاستراب بيمشي مع كل الساعات دي. نيجي بقى بالنسبه للكتالوج او الورق اللي بيجي معاه، ودي حاجه طبعا احنا مش هنتكلم عنها خالص. نيجي بقى للاستراب نفسه او الاستيك. فبالنسبه للاستيك فاي استيك فيهم بالنسبه للثلاث ساعات اي نوع فيهم كلهم واحد. استراب كده اللي هو على قد الايد يمشي حالك بيه وخلاص لحد ما يبوظ وتجيب لك واحد جديد. هم طبعا عاملينه عشان يبوظ، انت عارف بقى الشغل الصيني عامل ازاي. نيجي بقى بالنسبه للشواحن. فالشواحن طبعا الثلاثه وايرلس. الفكره كلها بس ان الشاحن بتاع التي 800 والتي 900 شاحن واحد عادي بنفس المغناطيس. بالنسبه للتي 800 2 فالمغناطيس بتاعها مختلف عن الساعتين دول. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده لو الستيك بتاعك او معلش الشاحن بتاعك لو باظ فده انت ممكن ترميه عادي جدا وتشتري واحد غيره. هو تقريبا بيكون في حدود 100 جنيه 120 على حسب ما كان هتشتري منه. وطبعا لو عوزت منه انا سايب لك لينك الموقع بتاعنا. نيجي بقى بالنسبه للتطبيقات او الشغل بتاعها من جوه. فاحنا هنتكلم هنا ان ممكن تجي التي 800 والتي 900 نفس التطبيقات نفس كل حاجه نفس الالوانها حتى الخلفيات يا راجل هي نفس الخلفيات. الفكره كلها بس في المقاس، ان التي 800 مقاسها صغير والتي 900 المقاس بتاعها 49. فاللي هتلاقيه في الساعه دي هو اللي هتلاقيه في الساعه دي. بالنسبه بقى للتي 800 2 دي مختلفه عنهم شويه بالنسبه للبرامج او بالنسبه للتطبيقات اللي موجوده فيها. فهو شكلها مختلف شويتين، او هي يعني انا مش شايفها بصراحه مش حلوه. يعني ممكن التي 800 الاقل منها او الاصدار الاقل منها احسن منها بكتير. وبالنسبه للتي 900 طبعا فهي احسن بالنسبه للتطبيقات. فان هي شكلها حتى شكل التطبيق تحس ان هو كده عده ايتيل اللي هي بتاع زمان اللي هي التاتش اول ما نزل دي. فاهم انت اللي هو مش حاسسها ان هي تطبيقات شكلها كويس، او الايقونه نفسها شكلها مش اللي هو احترافي او هو حاجه كويسه. فبالنسبه لنظام التطبيقات او بالنسبه للشغل بتاعها وبالنسبه للغه العربيه كمان، فانا ارشح لك اي واحده من التانيين اذا كانت التي 800 او التي 900. بص هو انا في حاجه كده مضايقاني في الثلاث ساعات عامه، وهي حاجه واحده بس اللي انت شايفه ده. اسمع معايا كده، سامع الرجه دي؟ انا يعني الثلاثه تقريبا بص نفس الرجه. انت سامعها طيب ولا ما جاتش معاك في المايك ولا ايه؟ الفكره ان الرجه دي يعني انا مستغرب، انا افتكرت فيها حاجه من جوه بايظه مثلا بالنسبه للفايبريشن بتاعها. لا هو طلع الزراير الثلاث زراير الثلاثه بيعملوا صوت. دي طبعا يعني مش اساسيه قوي وحاجه انت فاهم انت اللي هو على قد الايد واللي هو على قد فلوسك مد رجليه. نيجي بقى بالنسبه للوقت الشحن، ودي اهم حاجه انت ممكن تتكلم عنها، هي حكايه البطاريه. لان الساعه لو فصلت منك مثلا في حاجه مهمه خلال يوم او اتنين فدي حاجه بتعرف في الشخص عامه ان هو يعني كل شويه هقعد اشحن في الساعه، فالموضوع رخم حبتين. فنيجي نتكلم بقى بالنسبه للبطاريه. بالنسبه للتي 800 بطاريتها مثلا هنتكلم في كام في الميه؟ بطاريتها مثلا نقول 75%. بالنسبه للتي 800 2 البطاريه بتاعتها زودها كمان 10. بالنسبه بقى للتي 900 فانا ممكن اقول لك ان هي 99% كويسه جدا. وطبعا هي عشان حجمها اكبر
يعتبر، فحاطين لها بطاريه اعلى شويه، فممكن عشان ميزه يعتبر، لان ايه اللي هيفرق بين التي 800 والتي 900؟ لازم يحط لك كده حاجه اختلاف كده بين الاثنين. فبالنسبه لحكايه البطاريه فالتي 900 دي يعني يعتبر هي احسن حاجه ممكن ارشحها لك. نيجي بقى للحاجه الفاينل وهو السعر نبدا باقل حاجه طبعا وهي التي 800، سعرها ممكن يتراوح معاك من 400 ل 450. اما بالنسبه للتي 800 2 فهي سعرها هيزيد معاك 50 جنيه يعني نقول 500. بالنسبه طبعا بقى للتي 900 وهي الحجم الاكبر وهي البطاريه الاكبر او البطاريه بتقعد وقت اطول او الاحسنهم يعتبر ممكن نتكلم، هي ممكن برضو ب 500 او ممكن تزيد 50 جنيه، يعني ممكن نقول من حدود ال 500 ل 550. اما بالنسبه لسعر الجمله معايا فهم الاثنين واحد، التي 800 2 والتي 900 الاثنين بالنسبه لي نفس الجمله، زياده 5 جنيه او 10 جنيه مش هتفرق. طبعا لو انت وصلت لحد هنا فاهم حاجه تعملها هو اللايك، ان انت تدعمنا بلايك، ده حاجه كويسه جدا وبتشغل يعني معانا التفاعل. فلو مشتركش في القناه طبعا فعل جرس تنبيهات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا هنزله بعد على طول ما تشترك بالقناه. وطبعا بقى بالنسبه للساعات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، فانت لو عايز تشتري ساعه منهم فعندك لينك الموقع بتاعنا، انت ممكن تبعت لي عليه. طب ما لقيتش مثلا نوع من الانواع دي، انت ممكن تبعت لي على الواتس، الفيسبوك، الانستجرام، اي موقع فيهم عامه انا هتواصل معاك لحد ما نوصل للحل او لحد الساعه اللي انت عايزها. فبالنسبه كمان للسعر، لو انت السعر مش عاجبك فيعني مش عايز اقول لك ان مش هتلاقي ارخص من كده، لا شوف اللي انت عايزه وانا معاك. والحكايه يا جماعه مش حكايه ارخص او اغلى، الحكايه بس في الثقه، ان انت تثق في شخص ان انت تاخد منه حاجه كويسه، وهي بصراحه في الاخر كده بتبقى قرف وحظوظ، يعني مالكش دعوه بيا انا خالص، ما تشتريش مني ولا اي حاجه، لا انت يعني سبحان الله في زبون يجي عندي مثلا يقول لي لو سمحت انا عايز ساعه كويسه على ذوقك، طب عينيا مفيش مشكله طالما هي على ضمانتك، بس اهم حاجه ايه اعتبرها ليك في حدود مثلا كذا، اقول له عينيا، اجيب له ساعه 1 2 3 اقول له شكلها ومواصفاتها وبتاع، وعايز سكرين وعايز فبنركب له كل الحاجات دي. الساعه كام يا باشا؟ حسابها 600 جنيه. طب ينفع مثلا 630؟ ايه يا عم ازاي ده اللي انت عايزه 600 جنيه بس يا عم، فحاجته ايه بتمشي. يجي بقى واحد بقول لك ايه يا صاحبي ما عندكش ساعه تي 900؟ اقول له عندي. يقول لي طب بقول لك ايه، هي الشحن بتاعها بياخد قد ايه؟ فاقول له كذا. طب بالنسبه للحجم بتاعها هو مقاسها كام؟ اقول له كذا. طب يا عم مفيش مشكله ماشي. طب سعرها كام؟ اقول له مثلا 550. ليه يا عم ده انا لقيتها ب 350 ولسه شايفها على النت دلوقتي على الفيسبوك. فاخد نفس كده عميق كده اقول له يا عم شوف اللي انت عايزه، بس اكيد دي حاجه ودي حاجه، لان فرق اقول 200 جنيه فانا مش هكسب 200 جنيه، يعني لو بعتها ب 350 يبقى انا كسبان برده 200 جنيه. يقول لي لا والله هي. اقول له خلاص يا عم اشتريها من على النت، جاي تشتريها من عندي ليه؟ لا انا عايز بس ثقه وباجي المحل ده كتير ولا لازم اشتري من عندي. خلاص يا عم اللي انت عايزه. المهم نقعد نفاصل يمين وشمال، يقطع من هنا ويقطع من هنا ويعلي وهو يوطي فاهم انت، لحد ما نوصل لسعر ماشي يا عم هيشتري تمام، نعمل له الحاجه بتاعته وكده تمام. يومين 3 يجي مثلا باستيك مقطوع، فاهم، يجي مثلا الساعه اتخدشت، يجي الساعه فصلت منه، الشاحن اتقطع، فاهم انت. في ناس كده هي قرف يعني سبحان الله، في ناس لما بتثبت في الحاجه انا مش باصص له فيها، لا انا مسامح طالما خدت الفلوس وحطيتها في جيبي خلاص. الفكره ان انت بس يعني ايه تراعي حاجه، ان انت رايح مكان والمكان ده يكون في بلدك، يعني انت تقدر تتكلم معاه بعدين ان انت لو الساعه ما عجبتكش ممكن ترجعها ممكن تغيرها. انت تشتري اونلاين ماشي معاك حق ان انت تفاصل وتعمل اللي انت عايزه، الشخص ما تعرفوش. اما بالنسبه ان انت شخص تعرفه وثقه وكده، لا لازم يكون في ثقه فعلا في الشراء والبيع. فهو لو انت ضامنه قوي اشتري منه ما تقلقش، حكايه السعر خفض يعني معاه بتاع، بس خدها بايه ان انت من جوه صافي بالنسبه للسعر، فانت تشتري حاجه انت على حسب نيتك. فاوقات ان انا ابيع ساعه كويسه لناس انا عارفهم فعلا وتبوظ معاهم، فيجي يقول لي يا عم ازاي وما تجيش منك ومش منك، فهي النهايه كلها هي حظوظ. طبعا انا قعدت احكي لك كل ده بس عشان اقول لك على حكايه السعر ده، ان هو السعر لو لقيتها عندنا بسعر مثلا 500 جنيه ولقيتها عند حد ب 300 جنيه تاكد ان اللي ب 300 دي مش نفس اللي عندي، لان زي ما قلت لك قبل كده في انواع كتيره جدا بتتقلد. زي ما قلت لك هتروح للصين يا صين انا عايز تي 800 بس عايز مثلا في حدود 200 جنيه، يا عم عينينا الاثنين ده يا باشا اشرب الشاي والقهوه بتاعتك، هخلص لك الحاجه بتاعتك خلال شهر وتعالى استلمها. طب يا عم خد فلوسها اهي ابعتها لي، يبعت لك بقى حاجه ثانيه خالص، المهم ان انت خدت العلبه دي بس الفكره في اللي جوه انت ما يخصكش الحوار ده. فهي الحكايه في الاخر ان هي في انواع كتيره جدا في السوق، فممكن ان انت تصدف معاك ان الساعه تاخدها تقليد، ودي بتحصل حتى بتحصل معانا انا كتاجر او كشخص بفهم في الساعات دي، ممكن اخد ساعه تطلع تقليد في الاخر، بس بيكون الفرق حاجه بسيطه جدا. وبس تقريبا احنا كده وصلنا لاخر الفيديو. طبعا انا طولت عليكم حبتين بس معلش سامحوني ان انا لازم اوضح شويه حاجات كده. فطبعا لو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات هنا، عندك طبعا اي سؤال تاني شخصي او اي حاجه بالنسبه للسمارت واتش بتاعتك فابعته لي على الانستجرام، الفيسبوك، الواتساب. طبعا صفحه الفيسبوك بتاعتنا بالنسبه للقناه الكينج، او ممكن تخش على الموقع بتاعنا اللي هو الكينج ستور، ده طبعا موجود عليه شويه ساعات كتيره جدا، اختار اللي يعجبك. وطبعا مجرد ما تدوس على شراء هيجي لك كل البيانات اللازمه ان انت المفروض تعملها،
وان شاء الله خلال يومين او 3 او 4 على حسب المكان بتاعك هيوصل لك المنتج. وتابعوني على الانستجرام برضو عشان بعمل شويه مسابقات كويسه جدا، وفي طبعا ناس جوائز بتكسب جوائز، وفي ناس بتكسب خبره كويسه بالنسبه للساعات وبالنسبه للجيم. فانت يعني مش هتخسر حاجه لو انت تابعتني على الانستجرام. طبعا اللينك موجود عندك تحت، او اسم الانستجرام مصطفى العجمي 2000. واستنوني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.